فيلمنا بيبدأ بالشخص ده هو ممسوك من الشرطة والشرطة بتقول له انت اسمك ايه؟ بيقول لهم انا. تعالى نرجع بالماضي عشان نعرف مين ده وايه حكايته. وبنرجع وبنشوف مان وبيكون ده هو بطل فيلمنا، وبيكون شخص عادي جدا، موظف كحيان ملوش في اي حاجة، وبيكون متجوز وعنده أسرة جميلة مكونة من 4 أفراد، الأولى وهي مراته وبنته وبيكون يومه زي وشه زينا كده بالظبط يا عزيزي. نصحى الصبح نروح الشغل ونيجي آخر النهار وننام وكمس يفضل حياته دايرة على كده الفترة. وبنشوف مرة واحدة اللي هو صحى من النوم وبيسمع صوت تحت، فبينزل عشان يشوف ويلاقي راجل ومراته بيكونوا حراميين. فبيروح يمسك عصايته وبيروح يتصل بالشرطة قبل ما يرن عليهم، بيقول نخلص عليك. وفعلا بيثبت، وابنه مرة واحدة بتلاقي نازل جري وقام جاي ماسك الحرامي، وكان بيقول لأبوه اضربه وخلص عليه، بس أبوه ما بيرضاش بيقول لي سيبه. وهو ما بيسيبه بنشوف الحرامي قام جاي خبطه بالبوكس في وشه، وقاموا جايين واخدين بعضهم وماشيين. وابنه ساعتها بيقول له انت عملت كده ليه يابا؟ ابوه ما بيردش عليه. وبنشوف اللي بعدها على طول الشرطة جت وبيكون بيحاول مع ابنه ومراته، وبيكون قاعد لوحده ومستغرب هما دخلوا ازاي، وبيكونوا دخلوا بطريقة اللي فيه كرتونة بيتزا موجودة تحت وماسكة الباب وما كانش اتقفل على الآخر. والظابط بيكي يقول له انت ليه ما ضربتوش وخدت حقك؟ انا لو من مكانك كان زمان خلصت عليهم الاتنين اللي هم ضرب ابني وانا واقف. والظابط اللي معاه بيقول له ده احسن قرار واخده عشان يعرف ياخد حقه بعد كده. وبيسيبوه وبيمشوا، وبنشوفه وراه تاني يوم الشغل، وبيكون صاحب الشغل يبقى ابو مراته واخوها موجود معاهم. وبيروح له بيكون اسمه تشارلي، بيروح له بيقول له ايه اللي حصل امبارح؟ بيقول له انت لحقت عرفت؟ بيقول له انا رنيت على ابن اختي وحكى لها عن كل حاجه. فبيقول له قال لك ايه؟ بيقول له اللي هو قال لي اللي في ناس هجموا عليهم وانت ما عملتش اي حاجه. بالليل اللي هو رفع عليه سلاح وبيقول له انت لو ما حميتش اختي وعيالها انا هموتك. وبيدوا السلاح بيقول له خلي دي معاك عشان تحمي نفسك بيه بعد كده. بالتالي اللي هو سابه ومشى. وبينتقل من المشهد على طول هو رايح عند ابوه بيكون ده اسمه وينج. ويا صديقي عشان ما تتوهش مني، البطل ليه 3 اسماء وهتشوفهم بعد كده. هو بيروح وبيجهز الاكل هو وابوه بياكلوا وبيخلص، وبالليل واخد بعضه وقام جرح على طول على بيته. وانا بيخش جوه بيلاقي اللي بنته بتدور على حاجه، بيقول لها انت بتدور على ايه؟ تقول له بدور على الصور. فبيعرف وقتها الحراميه هم اللي خدوها. بعد ما بيسمع كلام من بنته بالليل اللي هو خد بعضه وقام جاي قافل الباب وماشي على طول. ومراته تطلع تقول هو راح فين؟ بيقول لها احنا ما نعرفش. وبالليل اللي هو راح عند ابوه، وبالليل اللي هو نايم ودخل جوه وطلع هدوم يلبسها وطلع شرطه. ابوه بيجي يقول له انت رايح فين؟ بيقول له عندي مهمه اخلصها واجي. وفعلا بيتجه على المهمه بتاعته، وبتكون هي اللي هو يجيب صور بنته. وبيروح عند اول محل وشم بيخش جوه بيجي يسأل على الوشم اللي هو شافه ما بيلاقيش. وتاني وتالت كذلك. بيخش عند الرابع بيقول له انا عاوز اللي رسم الوشم اللي معاه. بيقول له انت منهي خدمتك بقى 20 سنه انت جاي تضحك علينا. وكلهم بتلاقي اللي هم اتجمعوا حواليه وبيكونوا 4. وبيطلع فلوس وقتها وبيديها صاحب المحل وبيقول له انا عاوز اعرف مين اللي سرق بيت عشان يجيب حقي وحق ابني اللي هجموا عليه. صاحب المحل بيكون ساكت وبيتجه على الرجاله اللي ورا بيقول لهم تاخدوا انت الفلوس وتجيبوا. والراجل بيشوف العلامه اللي على ايده وبياخد بعضه وبيقول له شكرا على خدمتك يا ريس. يقوم جاي قافل الباب على نفسه من كل ناحيه. والراجل اللي هو كان قدامه بيقول له انت عاوز ايه مني؟ بيقول له انا عاوز اعرف بس مين صاحب الوشم ده. بيقول له على عنوانه ومكانه. وبالله على طول اللي احنا رحنا المكان ده. وبنشوف ساعتها مرات الراجل وهي كانت بتجهز الاكل وبتقول له يلا يا عزيزي. وفعلا بيجي على طول. واول ما بيجي يقعد بنلاقي اللي منصب دخل جوه عليهم ولسه بيقعد يا عيني. بالله اللي مره واحده منصب جام ظهر السلاح وخبطه ببقه موقعه على الارض ومطير صف سنين اللي قدامه. وبيقول له انا عاوز الصور بتاع بنتي واخلها الساعه اللي في ايدك ديت عشان اخدها. الساعه بيقول له فين الصور؟ بيقول له ما اعرفش. بيقول له بعد كده ما تهجمش على اي بيت وفي رب عيله. بالله اللي هو انا عاوز الصور. بيقول له ما اعرفش. بالله اللي هو سمع صوت عيط بيروح يشوف. بالله اللي هو كان تعبانه وبيسرقوا عشان يكفوها. وبيكون متغاظ جدا ومرضاش يعمل حاجه وبيطلع بره وبيفضل يخبط ايده في الحيطه لما بتتعور. وعلى طول بينتقل بين المشهد ده في قلب الباط. وبنلاقي الكاين سكرانين وجايين ماشيين بالعربيه وجايين مخبطين في الحيط. هو قال انت اللي جيت على السكه بقى ربنا بعتكوا ليا عشان اطلع غل اللي فيكوا. وفعلا بينزلوا بيفضلوا يخبطوا على العربيه. بعد ما يخبطوا عربيتهم وبيخشوا جوه وبيفضلوا يرازفوا الكل. اللي جاي قايم وطالع قدام للصاحبه بيقول لها انزلي. وفعلا بينزلها غصب. بالله اللي هو بيبص لهم قام قال لهم عاملين ايه يا رجاله؟ بيقعدوا يضحكوا عليه وكأنه رجل عجوز بس بيطلع غشيم ما بيكونش سهل وبينزل فيهم تخبيط بس العظمه بتكون كبرت. ومش اي حد يا صديقي يكون العظمه كبرت يكون الموضوع فات، لا بيردوا 10. وكان ماسكهم كلهم تخبيط. واحد بيطلع السكينه وقام جاي خبطها في رجله وقعد
هتفرق معاه. ده اللي هو قام جاي نازل فيهم تخبيط وبرضه مش راحم ولا على الارض ولا على اي حاجه، وقام جاي مطلع السكينه من جنبه وكان عاوز يخلص على الراجل ده، بس بالله مره واحده اللي هو بيبقى غشيم حبتين وبيمسك دراعه وقام جاي ماسكها وقام جاي خابط السكينه في ايده من تحت. الراجل بيكون بيتألم جدا زي ما انت شايف كده، ومره واحده بنشوف اللي قام جاي واحد جاي ماسكه وقام جاي راميه من قلب الباص، وكلهم بيبقى فرح اللي هو هيمشي، بس دوت ما بيمشيش يا صديقي. بالله اللي هو داخل عليهم تاني وراح لهم ونازل فيهم تخبيط المره دي، ومحدش عاد ناقض يعمل معايا حاجه ولا بيمين ولا بشمال، ونازل بالسكينه عليهم ومش راحم ولا واحد فيهم. خلاص هيخلص على واحد، بس الواد ده بيروح يمسك السلاح بتاعه وبيحط فيه طلقه وكان خلاص هيضرب عليه، بس بالله اللي هو قام جاي ماسك الماسوره وقام جاي مطلعها وقام جاي راح خبطه مره في رجله والتانيه في زوره وبيبلع لسانه، وبيكون ما كانش راضي يتنفس فبيجيب السكينه تاني ويفتح له حته في زوره ويحط الشفاطه في قلبها وعشان يتنفس تاني، وبنروح وماشي وبنرجع تاني على البيت وهو داخل. واول ما بيخش بالله اللي مراته لسه صاحيه وقاعده مستنياه جوه، فبيروح لها وبيقول لها انت لسه صاحيه ليه؟ تساله وبتقول له انت كنت فين؟ بيقول لها كان بس في حوار كده. قالت له ما هو باين عليك اللي كان فيه برضه حوار، وبتاخده وتبدا تعالج له الجرح اللي في جسمه وهو بيتعالج. بيقول لها ليه ما عدناش زي الاول؟ ما عدناش بنحب بعض، ما عدناش بنفتكر اي حاجه حلوه. انا ناسي اخر مره احنا حضنا فيها بعض ولا اخر مره احنا بوسنا فيها بعض. انت دي كله يرجع تاني. وكان بيتكلم بحزن شديد يا صديقي، وفرحانه جدا اللي هو كلمها في الحوار ده. بين المشهد وبنشوف الشخص ده هو داخل على الحانه وبيكون اسمه فيكتور، وعلى طول بنشوف وهو طالع فوق والكل بيكون بيسقف له على ايه مش عارفين، صوته وحش ومفيش اي شك يليق بالمنظر. وبيخلص ويقول اللي هو طلع فوق على طول عند الرجاله دي وبيقول لهم ايه رايكم في امان المكان؟ هل انا اشتغل معاكم؟ بيقولوا له احنا مش واثقين فيك لغايه الان ولا رجالتك واثقين فيها. بالله من عصبيته قام جاي كسر الكوبايه وقام جاي راح الراجل اللي وراه وقام جاي مخلص عليه بلا رحمه. بيقول لهم انتوا كنتوا بقوا واثقين؟ قالوا له ده الراجل ده كان ليه 3% من الحانه، انت عملت ايه؟ بيقول له خلصت عليه. جاي قايلين وقتها خلاص 3% بقى حلالي. قام بيقول خلاص يا رجاله ارفعوا الكاس. لما يرفعوا بالله لفيكتور جاله اتصال من المستشفى وبيقولوا له اخوك بحاله لا يزرى لها. ولما بيوصل عند اخوه الدكتور بيروح وبيقول له انت اخوك عنده نزيف في المخ وجلطه. بيكون متعصب جدا وبالليل اللي هو طلع بره وقام جاي ماسك كرسي ورايح على الاتباع اللي كانوا ماشيين مع اخوه وبيقول لهم ايه اللي حصل، احكوا لي بالتفصيل مين اللي عمل فيه كده. بيقول له راجل بس بيمسك الكرسي تاني ويفضل يضرب فيه لما بيكسر رجليه خالص. بالله سايبه وماشي. بيقول له ده احنا عايزين نوصل له، اوصل له ازاي؟ بالله واحد من اتباعه ماسك الفيزا بتاعته وبنروح لمنص وكان عامل اكل لعياله، وعياله اول ما بتيجي تقعد بيقول لهم صباح الخير وبيطمن عليهم كلهم وبيروح الشغل. واول ما بيوصل هناك بنشوف اللي فيه رساله بعتت له وبتقول له تعالى عند الحلاق بعد ما تخلص شغل، وفعلا بيروح وبنشوف الراجل ده بيحلق وبيكون اسمه جوليان وبيقول له انت عاوز مني اي خدمه كمان؟ بيقول له انا عاوز اعرف كل حاجه عن فيكتور. وبنشوف هو بيقول له ده بيغسل اموال وعنده حانات كتيره وبيعمل مشاكل وبيعمل كل حاجه ارجع للقانون هو ماشي فيها. ومانس بيقول له هو هيعرف يجيبني؟ بيقول له هو مش هيغلب اكيد هيجيبك. وفعلا بنروح لفيكتور هو موظف واحده بتحاول انها تعرف فيزة مين دي، وفعلا بتعرف وبتقول له في واحد اسمه فيكتور. بيقول لها انا عاوز كل حاجه عنه، وفعلا بتحاول لها تجيب وبتوصل للموظف ده وبتبعت له رسايل بتهدده بيها. وبيجي الموظف يخش على الموقع بتاعه ما بيعرفش اللي هو يخش، فبالله قام بياخد بعضه ونازل تحت ورايح عند الدوسيه ده وقام جاي فاتحه وبياخد الدوسيه وبيطلع لفوق بيبعت لها. اول ما بيوصل لها الرساله بيكون ده اسمه النكره وبتبقى خايفه جدا بتلم حاجتها ترمي الورق في وش فيكتور وتاخد بعدها وتمشي. وهنعرف قدام هم ليه سموه بالنكره. ويا صديقي اعمل حسابك اي وقت اكشن هنسميه النكره، الوقت العادي هنسميه مانس. وبنروح تاني لمانس وهو قاعد مع عيلته وبيطمن عليهم وكانت كل حاجه ماشيه على ما يرام، بس الحال مش بيدوم. بالله اللي مره واحده في العربيات دخلت عليهم وقفت قدام البيت. بالله اللي بياخد عيلته كلها وبنزلهم في قلب القبر وقافل عليهم باب كأنه حيطه بالظبط عشان محدش ينزل لهم وبياخد كفر. وبنشوف الرجاله هم داخلين عليه، بس الكلام ده مش هيفرق اكيد مع النكره. بالله اللي هو نازل تخبيط فيهم واي حد بيشوفه بيركبوا الشلاحات وحتى ما بيحاولوش انهم يمسكوه ولا يعملوا فيه اي حاجه. وسيبكم واحد ورا التاني مخلص عليهم واللي بياخد
منه بوكس ما بيقومش تاني، بالسكينه ماشي باي حاجه بيخلص على الكل. ومره واحده بنشوف اللي البت ديت جايه وقامت جايه ماسكه مسدس الكهرباء ومكهرباه، واغمى عليه وقتها وخدوه على العربيه بتاعتهم وهم ماشيين في الطريق. ايه ده بالله الا مره واحده منصف ماسك طفايه الحريق وقام جاي طالع من قلب الشنطه وقام جاي مفضي اللي فيها كله في العربيه، والعربيه بتخرج عن مسارها وبتخبط وبتتقلب، كل اللي فيها بيموت. وبنشوفه واخد بعضه طالع يجري وبيتصل على ابوه وقتها وبيقول له في رجاله جيت هيجولك اعمل حسابك، وابوه ما بيردش عليه وبيقوم جاي في السكه في وشه. وعلى طول بنشوف مانس اللي هو رجع للبيت بتاعه ولا اي حاجه حصلت، واللي خد دش قام جاي طالع تاني لعيلته فاتح لها ومطلعها، وبيكونوا شايفين المدعكه اللي حاصله مصدومين من اللي ابوهم عمله، وبيطلعهم وبيركبهم من العربيه وبيخلوهم يمشي. ومرات مانس بتقول له اعمل حسابك ترجع تاني عشان انا هستناك. وبعدين اللي هو رجع تاني للناس اللي هو موتهم وبيفضل يحكي لهم ليه سموه باسم النكره. تعالى نعرف يا صديقي بقى. بيقول انا موتت اكتر من 2 مليون بني ادم، ومش كده وبس، انا قلت خلاص هموت وزير الداخليه بس فضل يتحايل عليا ويقول لي ما تقتلنيش، وفعلا رفت بيه وما قتلتوش. وتاني مره جات لي نفس المهمه اللي انا اروح اقتله، بس المره دي كان مسالم ما بيعملش اي حاجه عايش مع عيلته، كان في شره جاي على طول من بعدها بيعتزل الشغلانه وخلاص كده، ويا دوبك بيبص ورا بيلاقي اللي هم كلهم ماتوا وبيكون منصدم وبيقول لهم خلاص بدل ما انتوا متوا اعملوا حسابكم انا اولع في البيت على 370 درجه والراجل فيكم يفضل عايش، ما هم كده كده ماتوا انت تقول لهم كده ليه. وفعلا بنشوفه هو طالع والبيت كله بيتحرق وراه، كان معاه عربيه بس بيحب ينهي في جاره وبياخد عربيته وبيمشي عشان يعلمه الادب. وبنروح لابوه تاني وهو كان نايم وبيخش عليه الاتنين دول وكانوا مستهترين بيه جدا، بس الكلام ده ما بيحصلش. بيروح عشان يموتوه بالله اللي هو قام جاي ماسك السلاح وحط ايده عند الزناد، السلاح ما ضربش وطلع سلاح من جنبه وخلص على الاولاني، والتاني خد طلقه وبيجي على طول بتاع الامن يجري عشان يشوف ايه اللي بيحصل. اول ما بيخش يكون ابو منص شغل التلفزيون ومعلق الصوت على الاخر، وبنلاقي اللي فرد الامن بيقول له وطي الصوت حبه ويسيبه وبيمشي. واول ما بيسيبه بنشوف اللي الراجل اللي في ايده خلاص مات، وبينتهي المشهد لمانس وهو داخل على الشركه اللي هو كان شغال فيها، وبيروح لصاحب الشركه وابنه اللي هو تشارلي اخو مراته وبيرمي لهم كميه ذهب مهوله عشان يشتري الشركه منه وهنعرفوا هيشتريها ليه قدام. وتشارلي بيكون رافض رفض قاطع وكان قايم عشان يضرب مانس، بس الكلام ده ما بيحصلش بالله اللي مانس قام جاي خبطه بوكس في بطنه رجعه ورا وراح لصاحب الشركه وقام جاي قايل له امضي على عقد، وفعلا بيمضي على تنازل الشركه ليه وبياخد الذهب وبيمشي. وبينتقل بين المشهد تاني وبنروح لفيكتور وهو متابع الاخبار وبيقولوا لقينا 3 جثث موجودين في قلب عربيه والحادث مجهول لغايه الان والشرطه بتحقق في الموضوع. وبنلاقي فيكتور يرن على الواحد ده بيقول له احنا لقينا الراجل العجوز، يقول له هات الرجاله كلها وتعالوا لي. وبنرجع للمنص وهو قاعد في قلب المصنع بتاعه شغال شغل من النار، قاعد يعمل فخاخ ويجهز اموره كلها بالظبط وكل حاجه بالفلس مني. وبنلاقي في واحد بيكلمه قلب الراديو يقول له انت عملت مشكله مع اكبر رئيس عصابه في روسيا ما يعرفش ان احنا معانا وحش جبار. وبنلاقي مره واحده قفل الخط في وشه وطلع بره وحط بنزين في قلب عربيته وقام جاي مدورها، وعلى طول راح على المكان اللي فيكتور بيعين فيه فلوسه، وفعلا بيروح على هناك وبيخلص على كل الموجودين. وبالليل هو حاطط بنزين في قلب مكان الميه وبيشغل الميه على طول، ودي بتكون عباره عن بنزين. وبالليل هو قام جاي مولع في الفلوس كلها ورميها. ما تجيبلناش حاجه من اللي ورا دول ده صاحبي، نفك ازمه كبيره احنا. نرجع تاني وبنشوف فيكتور وهو بيغني في الحفل بتاعه، بيكون قاعد قدامه وفيكتور بيستغرب وبيفضل يكمل لما يخلص الحفل بتاعه عادي. واول ما بيخلص بيروح له وبيقول له استمتعت بالحفل؟ بيقول له ايوه. وبنلاقي مره واحده اللي الرجاله كلها جمعت حواليه وبيكون مستغربين جدا. وبنلاقي اللي فيكتور مره واحده بيقول لهم ارفعوا السلاح عليه وخلصوا عليه، بيقوم جاي شايل اللي هو ماشي على ايده، بنشوف اللي ايده مربوط فيها قنبله لو اي حد خبط اي حاجه المكان كله هيتفجر. وفعلا كلهم بيطلعوا بيسيبوه هو وفيكتور لوحدهم. وبالله منصب بيقول له احنا كده واحده لواحده، انت هاجمت عليا في قلب بيتي وانا رحت ولعت لك في فلوسك وهتبدا من الاول. فيكتور بيكون مستغرب جدا على الكلام اللي يقول له انت ولعت الفلوس انهي؟ بيقول له انا ولعت الفلوس اللي في المقر كلها، انت تبدا من تحت الصفر. بيقول له انت موت اخويا وحرقت فلوسي؟ بيقول له لا اخوك كان بيتنافس اخر مره انا شفته فيها، وبيسيبه وبيطلع يركب عربيته وبيكون ماشي. وفيكتور على طول بيطلع وراه بيقول للرجاله العربيات فعلا بيجيبوا 3 4 عربيات وبيكونوا ماشيين وراه مش سايبينه يروح يمين بيروح شمال وبيروح وراه على طول.
طول مش حلينه يا صديقي. بيجي في المكان ده وبيزنق في النص ما بين عربيه تابعه فيكتور والباص اللي تحت، ما بيرضاش ينزل على الباص عشان ما يأذيش الناس الغلبانه اللي فيه، والعربيات التانيه بتنزل عليه. اول ما الباص بيتحرك بالله اللي هو طلع يجري على اخره ودخل عند المصنع بتاعه، بيبدا الاكشن من هنا بقى يا صديقي. بالله اللي مانس نزل وكان بيضرب عليهم وبياخد طلقه في قلب صدره وهو قاعد جوه والناس بتضرب عليه بره. بالله اللي مره واحده في واحد بقناصه من فوق بيكون شغال فيهم ومش راحمه، وبيكون الشخص ده اسمه تشارلي، فوق نزل تخبط في الرجاله. الطلقه اللي بتخرج من السلاح راجل على طول تفرش معاه، ومره واحده بيقوم جاي اللي تخش جوه، ابو منصور بيشوفه مره واحده وهو طالع ونزل تخبيط فيهم هما كمان، وقام جاي لمنصور يلا نخش جوه بسرعه. وفعلا بيخش جوه والرجاله كلها طلع تجري عليهم وبيخش عليهم جوه، وبيكون منصور وابوه يعملوا فيهم البدع، مش سايبين ولا واحد يخش حتى جوه عندهم ولا ياخد نفسه. طلعت تخرج منهم براجل، وبيكون منصور بيتحرك هو وابوه، مره بيتك على الزرار دوت بيقوم جاي مفرقع قنبله بيخلص على نص الرجاله وبيبهدل فيكتور معاه. وبنشوف مره واحده تشارلي وقام جاي خبط واحد بطلقه ومخلص عليه، كلهم بيتجهوا عليه على فوق، وبيكون سهل برضه وهم طالعين بنشوف الواحد فيهم يتك على فخ ويقوم جاي مفجر حوالي يعني 2 منهم، والباقي بيطلع لفوق لتشارلي. والكلام ده ما يفرقش معاه، بالليل هو نازل فيهم تخبيط. طلع بتخرج براجل وبيكون محترف وبينزل لهم تحت بعد ما يخلص عليهم، وبيكونوا الثلاثه واقفين في ظهر بعض ومش سايبين بعض خالص. اللي بيجي عليهم بيجيبوا الارض، واول ما بيتجمعوا بنشوف اللي تشارلي خد طلقه من فيكتور، وفيكتور بيفضل يضرب عليهم ولا طلقه بتيجي فيهم. وبنشوف مص وهو بيسالهم حد معاه ذخيره، كله بيقول له لا، فبيقوم جاي خلاص انا هضحي بنفسي. وفعلا بالليل هو حط قنبله على الازاز ده وبيطلع يجري عليه بالقنبله، وبيكون ماسك سلك القنبله في قلب بقه، ويا دوبك بيوصل عند فيكتور. بالليل اللي هو قام جاي شادد السلك خلص عليه، واما بيخلص عليه بنسمع بره صوت شرطه وبيقول لهم ما تطفاش انتوا من ورا وانا اتولى كل الموضوع دوت على حس انا. وفعلا ده اللي بيحصل، وبنرجع تاني لوقتنا الحاضر. هو كان ممسوك وبيسالوه نفس السؤال انت اسمك ايه؟ بيقول لهم انا اسمي النكر. وبيجي على طول بعدها اتصل لهم هما الاثنين بيقول لهم اخلوا سبيله بسرعه، وبيكونوا مصدومين جدا وده اللي بيحصل فعلا. وبينتهي بين المشهد على طول وهم كانوا رايحين يشتروا شقه جديده، وبيجي للي جايب لهم الشقه اتصال فبترد عليه انت اسمك منصور؟ بيقول لها ايوه. تقول له الاتصال دي ليك انت، وبنعرف وقتها ان ده مهمه جديده. وبكده الجزء الاول يكون خلص، اول ما الجزء التاني ينزل اكيد هعمله لك يا عزيزي. وبكده يكون وصلنا لنهايه قصه النهارده. لو استمتعت بالرحله دي معانا ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك عشان عليكنا تكبر بيك. قناه في المود هدفها دايما تقدم لك تجربه سينمائيه مختلفه، وعشان كده لو لاحظت اي تفصيل او اي غلطه في الفيلم يا ريت تكتب لي رايك في التعليقات. انا بقرا كل كلامكم وبحاول اطور من نفسي ومن القناه عشانكم. استنى الفيديوهات الجايه كل حد واربع في ميعادنا الثابت الساعه 7:30. كان معاكم ابراهيم من قناه في المود، وسلام.